اهلا وسهلا باحلى متتبعات قناتي انتي احلى. مرحبا بكم حبوبات الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبعافيه. حبوبات اليوم باش نعمل مع بعضنا ماسك لازاله الرؤوس السوداء وازاله الشعر، وكذلك هو بمثابه كولاجين طبيعي للبشر. قبل ما نمشيو حبوبات المكونات الماسك، فضلا وليس امرا المشتركه في القناه تعمل لايك، واللي دخلت الجديده تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. مرحبا بكم. كما ديما نقول لكم شيروا الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ما بين اصدقائكم، خلي يوصل عدد كبير من المشاهدين، وهكيك تحصل الافاده للجميع. حبوبات خلينا توا نمشيو مكونات الماسك اللي هي سهله وبسيطه كيف العاده، ومكوناتها موجوده في كل مطبخ. حبوبات كما قلت لكم المكون نتاع الوصفه هو باش ناخذوا بياض البيض، باش نفصلوا الابيض عن الاصفر. خلينا نفصلوا الابيض عن الاصفر. سهل. كما تنجموا تنقبوها حبه البيض وتخرجوا كان الابيض ويقعد الاصفر في وسط القشر. هذا هو ابيض البيض. الاصفر زاده نستحقوه. توا الابيض البيض خلينا نركضوه. ريتو حبوبات يظهر كانه عمل الرغوه هكاك، نجموا نضيفوا له بعد اي مكون. ديما الابيض يلزمنا نركضوه ولا نخفقوه وحده حتى اللي يعمل الكشكوشه هذوك ونباين، باش نضيفوا له المكون الاخر اللي هو باش نحطوا له انا باش نضيف القهوه. هذه القهوه البن. انتم تنجموا تضيفوا القهوه سريعه الذوبان. من المستحسن حبوبات انتم تضيفوا القهوه سريعه الذوبان. هذه كيس تحطوه، هذا كيس صغير والا مغرفه قهوه صغير. هذوما المكونين الاثنين. انا خليني نحط القهوه البن، نضيف لها مغرفه من القهوه اذا كان عندكم قهوه بن، والا القهوه. توا خلينا نخلطوا المكونات. ما انها نضيعوا ريحه البيض، ماذا بكم البيض يكون البلدي العظم العربي، واذا كان ما فماش عادي نستعملوا السوري اللي تشري فيه. فهمتوني؟ هذا اولا القهوه تفتح، اولا القهوه تضيع ريحه البيض، وثانيا هي زاده مبيض ومفتح، وهذوما المكونين الاثنين كولاجين طبيعي للبشر. نخلطوا بالباهي المكونات، وخليني نوريكم طريقه استعمال. كما قلت لكم هذه لازاله الشعر وازاله الرؤوس السوداء. الماسك تحفه، ماسك والا قناع، هو حتى قناع. قبل ما نحطوا الماسك حبوبات لازمنا نفتحوا المسامات. طريقه تفتيح المسامات هو يا اما ناخذوا حله ولا طنجره نحطوها على النار، نحطوا فيها الماء ونحطوها على النار، والبخار هذاك نغطيوه، نحطوا منشفه على الراس، والبخار هذاك نخليوها على البشره حتى اللي كل مره نمسحوا بقطنه، حتى اللي كل مره ناخذوا منديل ولا قطنه ونمسحوا ونخلوا الوجه هذاك على البخار لمده 5 دقائق. كل دقيقتين تخرج راسك وتمسح الزيوت الزائده. هي اكثريه الرؤوس السوداء تكون على البشره الدهنيه. فما زاد الطريقه الثانيه اللي هي سريعه. نجيو المنشفه كما هكا تكون صغيره نظيفه، ومنشفه صغيره ونظيفه. نسخنوا الماء، نغطسوها في الماء السخون، ونحطوها ونعصروها ونحطوها على البشره لمده دقيقتين ولا 3، وهكاك نفتحوا زاده المسامات. معناها تنجم الطريقه تعمل طريقه البخار، حمام بخار. الطريقه الاولى هي تنجم تعمل حمام بخار اللي هو تحل الطنجره فيها الماء، وتنجم تحط فيها اي نوع نتاع الاعشاب، تنجم تحط الخزامه والا عود قرنفل في الطنجره، والبخار هذاك يجي على الوجه ونمسحوا زيوت الزيت.
كما نجمو نعملوا المنديل. به بعد نجيو للماسك ونطبقوه على البشره كما قلت لكم، بشره نظيفه. اول شيء نحطوا القناع، خليني نوريكم الطريقه. نجيو نحطوا القناع هذا هكا، ونجيو المناديل المطبخ، هذوما المناديل، ومن بعد نجيو المناديل المطبخ وناخذ نقصوا نحطوا الماسك على الوجه كامل، وناخذوا المناديل هذوما ونقصوهم بطريقه عشوائيه، نقصوهم بطريقه عشوائيه ونحطوهم على البشره هكا. نزيدوا نحطوا الخليط هذايا هنا على الوجه كامل. نزيدوا نحطوا الطبقه الثانيه، ريتو زيدوا نكملوا نحطوا الخليط، ريتو زيدوا طبقه ثالثه. ركزتوا معايا حبيبات، نعملوا 4 طبقات من الورق. بما انه فيه البيض، والبيض هو يشد البشره، معناها كي نعملوا الوصفه هذه ما عادش نحركوا مثلا، ما عادش نحكيو، ما عادش نستعملوا علامات الوجه، معناها نقعدوا مسترخين ونستناو حتى اللي يجف. فهمتوني حبوبات؟ نعملوا 3 ولا 4 طبقات كما زاد على الانف، خاصه الرؤوس السوداء هي تكون على الانف. ها حط هيك وتجي تطبقها، قصها قد الانف. فهمت؟ زيد تكمل تحط. فهمت؟ تحطوا 4 طبقات، بعد نخليوها حتى يجف ونزيلوها هكا من غير ما نحركوا وما نستعملوا علامات الوجه، ما نحكيوش، ما نتكلموش، ومن بعد نجيو نزيلوها هكا. تتزال الرؤوس السوداء ويزال الشعر الجيد هذاك كيف الوبر كيما زاد على الانف. تجيو هكا. هذه هي الطريقة لإزالة الشعر اللي هو على شكل وبر، الشعر الجيد نتاع الوجه، وإزالة الرؤوس السوداء. القناع نخليوه على البشرة حتى اللي تجف، وين يجف فميكا نقلعوه من تحت الفوق، من تحت الفوق، ومن الأنف زاد ناخذوه هكا ونشيلوه. الماسك القناع هذايا كرروه مرة في الأسبوع، بعد ما تغسل بالماء الفاتر والماء تسد المسام بالماء البارد. نجمو نعملو ماسك خفيف. الماسك الخفيف شنو نعملو فيه؟ لتهدئة البشرة ناخذو الزبادي اللي هو الياغورت الطبيعي، ناخذو زبادي اللي هو الياغورت الطبيعي الخالي من السكر، ونضيفولو الحمص المطحون، ونضيفولو هذا اذا كان لازاله الشعر، ونضيفولو زاد القليل من الكركم. تنجمو زاد تضيفوا العسل وتعملوا الماسك هذاك على البشره. اذا كان لازاله الرؤوس السوداء بعديها مباشره ناخذ بيكربونات الصودا. خلينا نوريكم بيكربونات الصودا. اذا كان للرؤوس السوداء ناخذ بيكربونات الصودا ونحلوه في الماء ونعملوه على شكل عجينه ونسدوا به مكانك الثقب نتاع الرؤوس السوداء. فهمتوني؟ باش ما عادش ترجع لنا الرؤوس السوداء. نخليوه ما يقارب على البشره لمده 5 دقائق، ومن بعد نغسلوا ونرشوا على الوجه ماء الورد، ومن بعد نحطوا اي كريم. كما قلت لكم اذا كان لازاله الشعر القناع هذايا نستعملوا ماسك الزبادي والحمص المطحون ومعاه العسل والا الكركم، يعمل على تفتيح ونضاره البشره ويأخر ظهور الشعر الزائد.
اذا كان الرؤوس السوداء ناخذ بالكربونات السوداء بعد الماسك هذاك، بعد ما نغسلوا الوجه بالماء الفاتر والبارد نجيو نحطوا الماسك، نعملوا عجينه بكربونات الصودا الغذائيه اللي استعملوا فيها في المعجنات، نخلطوها على زي شكل عجينه ونحطوها على الانف والمكان تواجد الرؤوس السوداء، خليوها لمده 5 دقائق ومن بعد نغسلوا باذن الله. نكرروا القناع هذايا مره في الاسبوع، نتخلصوا من الشعر الزائد، نتخلصوا من الرؤوس السوداء بطرق سهله وبسيطه، وكذلك باقل تكاليف. وكذلك القهوه ما انها تزيل رائحه البيض اللي هي مش زفره ماهيش مستحبه، وكذلك زاد تعمل على تفتيح ونضاره البشره. هو بمثابه زاد بياض البيض هو بمثابه كولاجين للبشره، يعمل على مرونه البشره ويأخر يزيل التجاعيد ويأخر علامات تقدم في السن. هذه هي وصفتنا لليوم حبوباتي. اذا كان عجبتكم اعملوا لي لايك على الفيديو. تو بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء وتصبحون على محبه.